حد يصدق ان طاجن المكرونة الرهيب ده معمول من حتة الفرخة المتبقية في التلاجة وشوية مكرونة؟ لا، وبصوص رهيب كمان وطعمه حكاية روعة وفي منتهى السهولة. تعالوا معايا كده نشوف ازاي عملنا الطاجن القمر ده. يلا تسمي بالله ونبدأ. طاسة على النار، هحط شوية زيت، وبعد ما تسخن معايا هنزل ببصلاية، بصلاية واحدة بس كبيرة، وهقلب فيها كده مع رشة ملح لحد ما تبتدي تاخد معايا لون خفيف. وبعد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه هنزل دلوقتي بالفراخ بتاعتي، وهضيف لها ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وده قرن فلفل اخضر حراق نزلته معاها، وهقلب مكوناتي كلها مع بعض. ده الفلفل الاسود، بهارات فراخ معلقة، وضفت الملح على فكرة كمان، وهدي تقليبة كده. على فكرة كل ما بضيف مكون بضيف له الملح بتاعه، انتوا ممكن تحطوا الملح من الاول للاخر زي ما انتوا عايزين. وضفت هنا زي ما انتوا شايفين كده 4 معالق صلصة، وهقلبهم مع بعض. ودلوقتي بقى هضيف المكرونة البنة بتاعتي، استخدموا اي نوع مكرونة انتوا حابينه، وهقلبه كله مع بعض. يعني هدي المكونات بتاعتي تقليبة حلوة. ودلوقتي بضيف الملح اهو. وبعد المكونات بتاعتي اخدت تقليبة حلوة قوي مع بعض، دلوقتي هجيب طاجن وهنزل بالمكونات بتاعتي فيه. تقدري طبعا تستخدمي صينية، طاجن، بايركس، اي حاجة انت حابة تعملي فيها. ادي كده الطاجن بتاعي، وعملت كمان طاجن صغير لان الكمية بتاعتي كانت كبيرة شوية. حطيت فص توم واحد مش كتير، وبقلبه في الزيت لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف كده. ودلوقتي نزلت ب4 معالق صلصة كمان، او معلقتين صلصة من كبار يعني. تمام، لو صلصة جاهزة هتحطي معلقتين، بس دي صلصة انا عاملاها فضفت 4 معالق عشان تديني اللون اللي انا عايزاه. وضفت رشة سكر ورشة ملح، واقلبهم مع بعض، وهنزل بالمية واسيبهم يغلوا مع بعض. وبعد ما غلت كل مكوناتي مع بعض، دلوقتي بقى هنزل بده كله على الطاجن بتاعي، وهدخله فرن سخنة لحد ما يستوي. تقدري تغطيه بفويل، بس انا مش هغطيه بفويل، هسيبه على كده. وده بعد ما طلع من الفرن، دلوقتي هضيف له ميكس جبن. تقدري تضيفي اي نوع جبنه انت حباه، وممكن تاكليه من غير اي جبن، صدقيني طعمه لوحده اصلا تحفه. هدخلها بس تسيح في الفرن واطلعها واوريها لكم. ادي شكلها يا جماعه، طعمها كان تحفه والصوص بتاعها كان رهيب بجد. طعمها تحفه، جربوها مش هتندموا. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.